ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وصفتنا النهارده ان شاء الله عباره عن صبغه طبيعيه باللون الاحمر. هنعمل صبغه بمكونات طبيعيه سهله وبسيطه، مفيش فيها اي مواد كيماويه تضر الشعر. بالعكس، الصبغه اللي هنعملها مفيده ومغذيه للشعر، بتعمل على ايقاف التساقط، هتغطي الشيب بالكامل. ولو داومتي في استعمال الصبغه هتعمل على زياده طول الشعر وانبات الفراغات. الصبغه دي بنجربها ونتيجتها مضمونه من اول استعمال. يلا نروح نشوف هنعمل الصبغه ازاي مع بعض. وقبل ما ابدا وصفتنا النهارده احب ارحب بالمشتركين الجداد في القناه. اهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. واحب افكركم اللي لسه ما اشتركش في القناه يلا يشترك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصلوا اشعار مع كل وصفه جديده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. قبل ما نبدا نعمل الصبغه مع بعض احب اوضح لكم نقطه مهمه جدا، علشان ما حدش يرجع يقول الوصفه دي غلط وما جابتش معايا نتيجه والوصفه دي كذب. اول حاجه، لو انتي شعرك لونه اسود غامق الوصفه دي هتديكي لون احمر غامق يكاد يكون عسلي. ولو لون شعرك اصفر او اشقر هتديكي الصبغه لون احمر ناري. ولو شعرك لونه بني هتديكي الصبغه لون احمر اكاجو اللي هو بتنجاني. كنت عايزه اوضح لكم النقاط دي قبل ما ابدا اعمل الصبغه. هنعمل اول خطوه في عمل الصبغه، واول مكون معانا هو ورق الكركديه. هو ده شكله، متوفر عند اي عطار. ورق الكركديه مفيد جدا للشعر، بيقوي جذور الشعر وبيوقف التساقط، بيعمل على تكثيف الشعر، بيعالج التقصف، بيحفز نمو الشعر، بيعمل على تغطية الشيب بالكامل. هنحتاج من الكركديه معلقتين كبار، وهنجيب إناء بيتحمل الحرارة ونحط فيه أوراق الكركديه. وبعد كده هنضيف عليه كوب ماء، وبعد ما نحطهم في الإناء نحطهم على النار ونسيبهم يغلوا. وأول ما الخليط بتاعنا يغلي نسيبه يغلي لمدة 10 دقايق، وبعد كده نطفي النار ونغطي الحلة بتاعتنا. وأول ما تحسي إن العصير بدأ يدفى نصفيه ونحط العصير على جنب، هنحتاجه في الصبغة بتاعتنا بعد كده في الخطوة التانية. هنروح دلوقتي نعمل الخطوة التانية من عمل الصبغة. هنبدأ نعمل الخطوة التانية لعمل الصبغة مع بعض. هنجيب بولة كبيرة أو طبق كبير، وأول مكون معانا هو الحنة الحمراء. يفضل تستخدمي في وصفتك حنة هندية حمراء، هتجيب معاكي نتيجة أحلى ومفيدة جدا للشعر. هنحتاج 4 معالق كبار حنة حمراء. الحنة فوائدها لا تعد ولا تحصى للشعر. من أهمها الحنة بتعمل على إيقاف التساقط، بتعمل على تكثيف الشعر، بتعالج القشرة وتمنع ظهورها، بتعالج التقصف، بتعمل على زيادة نمو الشعر، بتغطي الشيب بالكامل. لو شعرك بيلقط لون بسرعة ومش عايزة تستخدمي الحنة، ممكن تستبدلي 4 معالق حنة ب4 معالق كبار نشا. وهسيب لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو طريقة عمل الصبغة الحمراء بدون حنة، وكمان هسيب لكم اللون الأشقر واللون البني، وانتي اعملي اللي يناسبك. المكون التاني معانا هنضيف معلقتين دم الغزال أو العكر الفاسي كما يسمى ببعض الدول. ممكن تستبدليه بلون طعام أحمر لو مش متوفر عندك دم غزال. وهنقلب دم الغزال مع الحنة كويس. هنبدأ نضيف من عصير الكركديه اللي عملناه قبل كده في الخطوة الأولى. هنضيف تدريجيا وتفضلي تقلبي لحد ما تحصلي على قوام كريمي. هنضيف في البداية حوالي ربع كوب من عصير الكركديه. ممكن تستبدلي عصير الكركديه بعصير البنجر أو الشمندر كما يسمى ببعض الدول، الاتنين هيدوكي نفس النتيجة. ونكمل تقليب، ولو حسيتي ان الخليط خفيف معاكي ممكن تزودي حنة، ولو حسيتي ان هو تقيل ممكن تضيفي عصير كركديه. تفضلي تقلبي كويس جدا في المكونات مع بعض. هقول لكم بسرعه المكونات اللي حطيناها لغايه دلوقتي عشان ما تنسوش: 4 معالق كبار من الحنه الحمراء، معلقتين من دم الغزال او العكر الفاسي، ربع كوب عصير كركديه، وبعد كده هنضيف معلقه من اي نوع بلسم متوفر عندك لترطيب الشعر وعلشان الحنه ما تنشفش الشعر معاكي. ممكن تستبدلي البلسم بمعلقه زبادي او روب كما يسمى بعض الدول، او بيضه. يعني ممكن تستخدمي يا معلقه بلسم يا معلقه زبادي يا بيضه. اي حاجه من الثلاثه دول هيديكي ترطيب وتنعيم للشعر. وتقلبي الخليط كويس، مهم جدا بعد اضافه كل مكون تقلبي الخليط كويس مع بعض.
حتى يتجانس ويمتزج مع بعض. بعد كده تضيفي معلقتين من خل التفاح أو الخل الأبيض، أي نوع خل متوفر عندك علشان اللون يثبت. ممكن تستبدلي الخل بمعلقتين عصير ليمون. وتقلبي كويس الخليط مع بعضه حتى تحصلي على قوام كريمي. وده الشكل النهائي للصبغة بتاعتنا. بعد كده تغطي الصبغة كويس وتسيبيها من ساعة لساعتين حتى تتخمر. وبعد الساعتين هقولكم نستخدمها ازاي، لان مهم جدا تستخدميها صح عشان تديكي نتيجة صحيحة. وبعد مرور ساعتين هقولكم تستعملوا الصبغة ازاي. اول حاجة هتغسلي شعرك كويس جدا بالشامبو فقط من غير بلسم، وتنشفيه كويس، وتقسمي شعرك وتبداي تضيفي الصبغة بالفرشة من الجذور حتى الاطراف لحد ما تحطي صبغة في كل شعرك. وبعد كده تلفي شعرك وتغطيه ببونيه او كيس نايلون، وتسيبي الصبغة على شعرك من 4 إلى 5 ساعات أو أكتر. ممكن كل شوية تشوفي درجة اللون اللي انت وصلت لها، ولما تحسي انك وصلتي للدرجة اللي انت عايزاها خلاص ابدأي اغسلي شعرك. بس أقل حاجة تسيبي شعرك 4 ساعات. وبعد كده تغسلي شعرك كويس بالشامبو والبلسم وتسيبيه لحد ما ينشف تماما وتشوفي النتيجة. بجد النتيجة هتبهرك. الوصفة دي غير انها هتديكي لون تحفة لشعرك ولون ثابت ومن اول مرة استعمال، هتغذي وتفيد شعرك وتغطي الشيب تماما وهتوقف التساقط وتدي الشعر لمعان وكثافة. ممكن تستعملي الصبغة دي مرة كل شهر، منها تدي لون حلو لشعرك ومنها تتغذي شعرك وتقويه. لو التزمتي باستعمال الوصفة زي ما قلتها بالظبط وبنفس الخطوات اللي انا عملتها وطريقة الاستعمال، هتجيب معاكي نتيجة تحفة من اول مرة استعمال. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو عايزين وصفات طبيعية اكتر متجربة ومضمونة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار مع كل وصفة جديدة. ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو واعملوا مشاركة لحبايبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله مع وصفة جديدة مع ميمة.